السلام عليكم. مساء الخير على الجميع، اصدقائي اصدقاء قناه ايمان في بلاد الامريكان. عايزاكم النهارده في موضوع سريع كده افتكرته وجه على بالي قبل ما انسى، لاني مش عارفه ازاي انا عامله كميه الفيديوهات دي وما كلمتكمش في الحاجات دي انها مهمه جدا. لما تكون ساكن جديد هنا في امريكا او هتنقل من شقه لشقه وبتدور على شقه، عايزاك تاخد بالك من شويه الحاجات دول. بس بيني وبينكم كده ما تقولوش اصحاب البيوت ان انا قلت لكم، عشان عارفين انتوا قسم بقراط والحاجات دي ان انا المفروض اعمل لصالح صاحب البيت. بس انتوا اهلي وناسي ومننا وعلينا يعني. اول حاجه وانت بتاجر الشقه، الابلاينسز على صاحب البيت. الابلاينسز اللي هي البوتاجاز والثلاجه، واوبشنال اللي هو اختياري، ما هوش هو مش ملزم بيه، بس ممكن يدي لك مايكروويف خصوصا، بس مش الميكروويف اللي هو بيتحرك ده اللي هو بيتحط كده على جنب، لا الميكروويف اللي هو المتثبت في الكابينت، في الكيتشن كابينت اللي هي دواليب المطبخ، او غساله الاطباق. دول اختياري، اما البوتاجاز والثلاجه دول اجباري. البوتاجازات هنا ليها اشكال، ممكن تكون بالكهرباء اللي هي بتكون ستوف ده، اللي هو عباره عن بس السطح ده كده اللي هو فيه العيون ده كده، ده بيكون بالكهرباء. وبتكون الفرن بتاعت البوتاجاز لوحدها كده في مكان تاني كده اللي بتلاقيها عاليه كده. ده بيكون في الاستايلات الاقدم شويه. في الغالب بيكون البوتاجاز اللي هو الاوفن، اللي هو الفرن، مع اللي هو البوتاجاز زي اللي هو بنشتريه في مصر ده، احنا ده كده. بيكون طبعا النوع الافخم اللي هو الستانلس ستيل، والنوع الارخص اللي هو الابيض. في ناس بتدي كده او بتدي كده. الحاجه التانية اللي عايزك تاخد بالك منها الارضيات بتاعه الشقق. الارض لما بتكون خصوصا بيعملوا اوض النوم بالكاربت اللي هو الموكيت، بتكون بتلم تراب وبتكونش نظيفه. وكمان لو حد الناس الساكنه قبل منك كان عندهم قطط او كلاب، بتكون مش ظريفه يعني، وخصوصا الناس اللي عندها حساسيه من الحاجات دي. انا شخصيا ما بحبهاش. في الغالب بيكون في الليفنج روم بيكون بالتايلز، التايلز اللي هي الانواع البلاطات المختلفه والسيراميك والحاجات دي. والاوض النوم بالخشب، اتاكد انها تكون من الافضل. اوض النوم بالخشب بتدي شويه دفى كده وبتكون اريح كتير. الحاجة التانية أو التالتة اللي عايزاك تاخد بالك منها، إنك وأنت بتسكن تعرف أنت لو بتسكن في الدور الأرضي بيكون فوق منك ناس. هنا النظام العمارة يا جماعة، الكونستراكشن في البلد دي مفيش أسقف أسمنت، بتكون كلها بالخشب. خشب عبارة عن خشب عريض اللي هي البيمز كده، خشب عريض، وفوق منه خشب بقى تاني بالطول. وفوق منه بتحط بقى أي نوع أرضيات بيعملوه، سواء بيعملوه خشب بيعملوه تايلز اللي هو السيراميك والحاجات دي كلها. فده بيسبب حاجه مشكله كبيره جدا، اللي هي انه الناس لو بتدبدب فوق منك انت بتسمع صوت اللي فوق منك اللي ساكن فوقيك. هنا في العمارات اللي هي الكبيره باي ذا لو بالقانون، مطلوب من الساكن انه يغطي 80% من مساحه الشقه بالموكيت. والموكيت ده بيعملوا تحت منه طبقه سفنج كبيره كده، ليها طريقه معينه هنا لما بيركبوا الكاربت، يعني بيعملوها بالمواصفات دي. وانت لو ما اشتكتش، لو الناس اللي فوق كده بيكون بالتراضي، يكون افضل بينك وبين الناس اللي فوق منك تخليهم يحطوا اريا راجز. اريا راجز اللي هي السجاد، اللي هو السجاد بيتشال وبيتحط، ده اسمه اريا راجز. انت بقى عشان كده وانت بتسكن اتاكد، روح اعرف مين اللي ساكن فوق منك. لو عيله وعندها مقاريض صغننين ممكن هيدبدبوا فوق منك، يعني ابقى خلي بالك. الحاجه اللي بعد كده اللي عايزه اقول لك عليها، انه انت لو سكنت في الدور اللي فوق واخترت انك تكون فوق بدل ما يكون حد بيدبدب فوق منك، في مشكله تانية ممكن تقابلك. دايما الشقق اللي فوق دي اللي متعرضه منها للسطح على طول بتكون برد جدا في الشتاء وحر جدا في الصيف، لانها بتمتص طبعا الحراره او البروده اللي فوق منك. فبتضطر انك تستعمل الهيت التدفئه اكتر شويه، وبتستعمل التكييف في الصيف اكتر شويه. الحاجة الأخرانية اللي عايزة أقولك عليها، إنه صاحب البيت في أحيانا، ده بيبان من الأول من العقد، بس بتسأل وأنت راح تتفرج وقبل ما تمضي العقد بتاعك تشوف هل الهيت اللي هي التدفئة عليك ولا عليه. التكييف التبريد ده لازم يكون على الساكن، ده عليك. وهنا في نيويورك في الحاجات القديمة شوية مفيش عندنا سنترال اي سي اللي هو التكييف المركزي، عندنا جهاز التكييف اللي بتحط في الويندو في الشباك. اما بقى التدفئه دي ففيها احتمالين، يا اما يكون صاحب البيت عامل لك عداد مستقل والتدفئه دي عليك انت، وبتكون انواع يا اما بالغاز يا اما بالكهرباء يا اما بالاويل اللي هو النظام الاقدم شويه بقى اللي هو بالزيت ده. وبيكون في البيزمنت بتاع البيت، البدروم بتاع البيت بيبقى فيه التانك ده بتاع الاويل. بيكون فيه اللي هو البويلر اللي هو بتاع بيسخن الميه السخنه اللي بتطلع في المواسير فوق بتعمل لك التدفئه. وتسخين الميه دي يا اما بيكون بالكهرباء او يا اما يكون بالغاز، ايا كان النوع. فانت بتعرف بقى، لان انت ممكن تجي اكسايتد يعني تفرح قوي الشقه دي ب 1800، لا دي ب 1900، لا دي افضل، وانت في نفس الوقت هتتكلف 200 او 300 دولار في موضوع الهيت في الشتاء. ده بيكون في الولايات اللي زي نيويورك ممكن بيكون بيطول شويه الشتاء وبتدفع تدفئه.
فالكلام اللي بقول لك ده بينطبق على معظم المدن ومعظم الولايات، كلها شبه بعض وكل نفس الحاجات دي تاخد بالك منها. فاذا كان اذا كان الهيت على صاحب البيت وهو ما عملكش تدفئه كفايه او قفلها عليك او مش سخنه كفايه، فانت بتتصل ب 311 اللي هم دول بتوع البيلدينج ديبارتمنت. 311 بتطلب منهم، بيجي على طول. هم بصراحه بيستجيبوا جدا، بيجي على طول مع الترموستات بيشوف درجه حراره البيت، لان في المفروض بيكون تدفئه بدرجه معينه وفي مواعيد معينه من خلال النهار او الليل. اتمنى نكون استفدت من الفيديو ده، ولو انت مش مشترك في القناه لسه اشترك عشان نشوفك تاني، وما تنساش ان دي ايمان ودي قناه ايمان في بلاد الامريكان. ولو الفيديو كان مفيد وعجبك ما تبخلش علينا باللايك، وابدا من حيث انتهى اخرون. هتوفر وقت وتوفر مجهود وتوفر فلوس. نهاركم سعيد.